السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم البليلة بسر بسيط جدا هيفرق معانا في الطعم وشكل كمان البليلة وطعمها اللي احنا المميز اللي بنشتريه من عربيات بيع البليلة او المحلات. طريقتنا النهاردة سهلة وبسيطة، خليكم معايا للنهاية. لو حضرتك جديدة معايا في القناة اوعى تنسى الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه، وكمان ما تنسيش اللايك للفيديو. النهارده السر اللي معايا سهل جدا وموجود في كل بيت ومش مكلف خالص طبعا، والبليله مش مكلفه اصلا وفوائدها كتيره جدا. ممكن تجيبها من جوجل هيدوك الفوائد بتاعه البليله كويسه جدا خصوصا للاطفال طبعا، واحنا في موسم الشتاء بتزود طاقه الجسم. هنا معايا نص كيلو من البليله، نقيتها كويس جدا وغسلتها ونقعتها في ميه دافيه من ساعه لساعتين. طبعا لو حضرتك عندك حلة ضغط يعني البليلة بتستوي بسرعة في نص ساعة. طبعا هنا انا بعد ما نقعت البليلة وصفيتها حطيتها في الحلة وحطيت معاها معلقتين من الرز. عايزة القطرة دي بترجع للرغبة، بس كده معلقتين الرز حلوين قوي عشان كمان ما يغيرش طعم البليلة. طبعا هما العربيات بيزودوا عشان يدي الكمية اكتر. هنا انا في نص ساعة البليلة بتاعتي استوت بالصلاة على النبي الله اكبر. طبعا حضرتك لو هتغليها في حلة تاني ما عندكيش حلة ضغط لازم تزودي المية عشان هتغليها ساعة وتبدأ اللي تغطيها كويس جدا، وتاني يوم هتلاقيها استوت معاك وتبقى بالشكل ده. ما شاء الله عليها طعمها جميل جدا. وهنا انا غليت اللبن بتاعي وبتقلبيه كده كويس جدا عشان لو في اي ميكروبات بتتقتل معاكي، وبتسيبيه طبعا يغلي مرتين تلاتة عشان لو في زي اي ميكروبات مع درجة الحرارة الزيادة بتتقتل فيها. وزي ما انتوا بالنسبة لنقع البليلة لازم تنقعها من ساعة لساعتين. لو حضرتك ما عندكيش حالة ضغط فده بيفرق كمان معانا في التسوية وما تستهلكيش غاز كتير. وهنا غليت اللبن، هبدأ ان انا اقسم الكمية اللي انا هستخدمها وببدأ ان انا اضيف عليها اللبن. وهنا عندك حلين، بعد ما تضيفي اللبن وتسيبيه يغلي شويه مع البليله عندك حلين، يا تضيفي نص معلقه من ماء الورد او كيس من الفانيليا. لو عندك مكسرات ممكن تضيفيها بيفرق برضو في الطعم بتبقى جميله جدا. وزي ما انتوا شايفين انا هنا حطيت اللبن بتاعي وحطيت مع البليله والرز بعد ما استووا، وحطيت هنا السكر ظبطت الطعم بتاعي، وبعد كده هسيبهم يغلوا مع بعض وبتبداي ان انت تقدميه بالف هنا والشفا. حباه اللي هي اللي تكون يعني السمك بتاعها تقيل شويه، ممكن تخليه نص ساعه بعد ما يغلي باللبن عشان يتقل معاكي. بس حباه اللي هو اللبن يكون يعني خفيف شويه ممكن بتقدمه على طول. بس حباه يعني سميك شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ممكن بعديها بنص ساعه من غلي اللبن مع البليله. خليه بس نص ساعة عشان يتقل معاكي وهيبقى بالشكل ده. بس يعني انا مش بحب ان انا اضيف النشا لان هو كده هيدينا طعم العاشورة، فطعم البليلة كده بيبقى احلى زي ما انتوا شايفين. بس ده كده المنظر لتاني يوم، يعني انا ما حطيت اللبن فيه كمية فضلت معايا لتاني يوم اداني الشكل ده اللي هو سميك شوية. زي ما انتوا شايفين بصراحة وصفة جميلة جدا، وزي ما قلت لكم القمح او البليلة مفيدة جدا. لو شفت الفوائد بتاعتها مش هتبطلوا انت تعملوا وصفة البليلة خصوصا للاطفال اللي بتروح المدارس، لان هو كمان بيقوي الذاكرة بتاعة الاطفال. زي ما انتوا شايفين بصراحة طريقة جميلة جدا ولذيذة، واتمنى حضراتكم ما تنسوش باللايك للفيديو وتعملوا له اشتراك للقناة. كان معاكم امان عرفة، يا رب الوصفة تكون عجبتكم. يلا بقى قومي كده اعملي الوصفة وان شاء الله اتمنى ان هي تكون عجبتكم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده وطعمها الحكاية. بجد الوصفة سهلة جدا واتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم.